هل سنبقى في هذا الوضع والجزائر تستعمل السلاح وتقوم بخرق حدودنا؟ وزاري والجيش الجزائري صار يهاجم حدودنا لدرجة أنه هو اليوم يحتل 70,000 كيلومتر من الأراضي التي ليست منها، وله 61 كيلومتر من الشاطئ. ماذا تريد أن ننتظر أن يصل إلى الرباط؟ Quand on parle de notre partie géographique, vous avez l'Algérie qui refuse que le Maroc intervienne. C'est son ordre qui passe d'abord et avant tout, c'est comme ça. Mais vous n'êtes pas d'accord quoi? Parce que vous n'avez pas la même philosophie politique. Il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord, ça nous arrive. نقول من داخل هذه المدينة اللي هي مدينة حدودية اللي كتشوفوا كنظن راه عندكم الخبر بأن الناس تاع وجدة الاقتصاد ديالهم ما عايشينش شي اقتصاد تاع الفوسفات ولا تاع الفلاحة ولا عايشين من ليسونس تاع الجزائر. الناس تاع وجدة معيشاهم الحدادة، ها هي بلعت الحدادة، ها هو العيش راه بدا يكثر في وجدة. ما هو الموقف ديالكم؟ ما هي الحلول؟ هذه كلها تساؤلات من داخل وجدة. حنا لا جينا اليوم جينا نعبروا على الغضب ديالنا لانك انت قلتيها الصلاحيات ديالي محدوده. اللي يشري التمر في الجزائر يشري التمر في الجزائر ويجيبها لهنايا عنده الديبو يحط التمر، حنا عاوتاني نمشيو تمايا الصباح نشريو ديك البركه اللي نبيعوها، نديو 2 دراهم ديالنا 3 دراهم ونجيو نديو درهم يعني بالجمله، واللي بغى الديطاي 2 دراهم 2 دراهم ونص ونبيعو. عاوتاني الزيت عاود كذلك نديو 2 دراهم درهم في الزيت. الزيت تاع المغرب كدير 8500، تاع الجزائر كدير 50 درهم، يعني في متناول الجميع. هادشي اللي خلى الماضور الحسيمه جميع يعني المناطق المغربيه تجي البنيدره باش تقضى هاد الحوايج. ولا باطل واش حنا في المغرب ولا فين كاينين؟ في اسرائيل ولا فين كاينين؟ اسيدي الا ما عندناش حق في هذا المغرب غنهز ولادي، عندي 8 ديال الولاد بولادهم بوليداتهم، غنهزو ما غنمشي ندخل الجزائر، نهزو ما غنمشي ندخل الجزائر، نهزو ما غنمشي ندخل الجزائر، نهزو ما غنمشي ندخل الجزائر. يعني ما عنديش حق انا في المغرب، انا ماشي مغربيه، انا ماشي مغربيه، انا ماشي مغربيه، انا ماشي مغربيه. أعلنت الجزائر رسميا دعمها لملف ترشيح جارها المغرب لتنظيم مونديال 2026. وأكد تلفزيون النهار الجزائري نقلا عن مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الأخيرة وافقت على طلب المغرب تعيين النجم الجزائري السابق الأخضر بلومي سفيرا لملف ترشح المغرب لاستضافة المونديال، معلنة بذلك دعمها الرسمي للمغرب في مسعاه لاحتضان كأس العالم 2026. كان الشعبي، شكون اللي كان يغني الشعبي؟ رحمه الله الاول اللي بدا في الشعبي هو حسين السلاوي، راسي وما نهز عليك وباقي صافي. شكون اللي كان في الشعبي؟ كان شي شعبي؟ ما كانش الشعبي في المغرب، كانوا البريولات غنيوات دي 3 مينوت 4 مينوت ملحنين يهود مغاربه والجزائريين، وكانوا كيجيو من الجزائر داك الاغاني كيجيو المغرب بحال دور بها الشيباني ولا بحال هلا الليلالي ولا كانش الشعبي ما كان. اذا من بين اغاني حسين السمامي الزين اللي عطاك الله، واش حكايه هذه الاغنيه اللي رجعوها وسندوها الى التراث المغربي؟ دوك نحكي لك، هذه الاغنيه هذه ما اسمها الزين اللي عطاك الله، واسمها زينك هوني. هذه الاغنيه هذه كتبتها لو بروميير شونتور اللي غناها هو عزيز رايس. طيب عملت له زينك هوني وجات لعندي في شلواني. Par la suite, elle a été reprise par Hamidou. En 1989, elle a été reprise par le chanteur Hamidou. ومن بعد انا نسمع الزين اللي عطاك الله، الزين اللي عطاك الله مشهوره في المغرب. وهذا المغني هذا اللي غناها جو لو دي او اي فور، هذا المغني مال تيجي لعندي يدوموندي لي يقول لي حسين اكتب لي كلمات ودير لي موسيقى. انا جو مو دوموند وبعد جو جور لوندومان عاود دارها الزين اللي عطاك الله كلمات وتلحين عليه هو. en 1997. دونك ومن بعد انا نخلع داير في الغنيه، داير يغلط مين في الغنيه، باسكو نقول الزين اللي عطاك الله مثلو ما نلقاه ديما في بالي نهار وليالي، ما غاب شي ما راح، يا ان جو دو مو ما غاب ما راح. هو في الغنيه كاش يقول الزين اللي عطاك الله مثلو ما نلقاه ديما في بالي نهار وليالي، هذا الشيء ما راح.
لو مو هذا الشيء ما يجيش في هذه الكلمات، ما عنده حتى ما عنده حتى علاقه مع لو تكست. هنا تفيقي واحد اللي ما يكتب كلمات وواحد اللي ما يكتبش كلمات، باسكو اي شونسون كونت اون اكري شونسون كي تكتبي اغنيه سي كوم ان فيلم، يا ان ديبي كومونسمون اي ان فان. هما فوالا هاي اللي كيفاش. والغنيه سي اون شونسون الجيريان، ça fait partie du patrimoine algérien من كلمات وتلحين حسين صنام. Il y a un grand échange بين الجيري et le Maroc. كاين بزاف هما ديال الاغاني حتى هما اللي هما كنغنيوهم في العراسات بحال زين اللي عطاك الله. شحال من واحد كيسحبوا واش مغربيه، هي اغنيه جزائريه. صافي دابا ما غتبقاش تهضر معنا سليم كاع. هي الطرب الغرناطي يعني هي مستحدثه في المغرب، وانه معروف في المغرب بالدزيري او الجزائري، يعني اصل التسميه. المغاربه تسمية هذا التراث بالدزيري هو ناتج عن تأثير الجزائر في المغرب، في تأثير الجزائر في المغرب من خلال بعض المعلمين الذين كانوا يتوافدون عن المغرب، وخصوصا مثل مسان مثلا. يمكن أن نستحضر هنا علما، وهو محمد بن الغبريط، قدم إلى المغرب في العقد الثالث 1923 24 25، وأسس مدرسة لتعليم الطرب الغرناطي في الرباط. وهذا شكون هو أحسن واحد غنى الراي في التاريخ؟ واش الشاب خالد، الشاب مامي، الشاب حسني، ولا الشاب بلال؟ هادو اللي ذكرت لك شكون هو احسن واحد غنى فن الراي؟ شاب حسني. شاب حسني. كالراي بزاف. شكون الفنان ديالك المفضل في الراي؟ حسني. علاش حسني بالضبط؟ حسني عنده شي حاجه كلاس، فهمتيني، شي حاجه زوينه. يعني انت ما كتشجعش الفنان المغربي؟ اش كنشجع؟ انت ما كتشجعش الفنان المغربي بما ان ما عزيزش عليك الفنان؟ لا عزاز. اولا لحقاش انا كنغني باللهجه ديال الراي الجزائريه، سي تو افي نورمال باسكو لو راي كيتغنى باللهجه الجزائريه، وباش يتاكدوا الناس انا مغربي من وجده. ولكن بالنسبه لي بحال احنا خوت، كي مغربي كي جزائري كي تونسي، تحيه العالم كله. انا جزائري 100%. هذه راه باينه. كيفاش غنقولوا حنا اغنيه الراي مغربيه؟ ما عندها حتى، يعني كما كنقولوا حنا بحكم المنطقه الشرقيه كمدينه وجده وبركان هادو قرابين للجزائر، وشحال هذه يعني ما كانش حدود بين المغرب والجزائر، ديجا راه كان داكشي منتشر بزاف. يعني واحد ستيل بحال نقولوا حنا مثلا المغاربه كيغنيو اغاني خليجيه، نعتبروه حنايا اغنيه خليجيه، سي نورمال. الفن ما عندوش حدود، اي فن يقدر يدخل من بلاد ولكن نبقاو نهضروا في الواقع. الاغنيه الراي اغنيه جزائريه. هادشي اللي خايف منه دابا مؤخرا هو ولينا جزائر، فينا جزائر، وهذه حاجه خطيره جدا اللي بغيت ننصح بها الفنانين المغرب. انا ماشي كننصح، غير بغيت نقول لكم حافظوا، لان اللهجه المغربيه راه هي اللي عطاتنا قيمه، فما نوليوش جزائر مع احترامنا للفنانين الجزائر، بالعكس دوله عظيمه والفن عظيم والراي، ولكن المغاربه حنا ولينا كنشوفوا الانتاجات كلها ولات راي، فهذا خطر كيهدد الموسيقى في المغرب. رجع وماني نسمع والو قولوا كاع الأندلس، وعندها تأثيرات عثمانية، مع أنه إحنا العثمانيين ما كانوش يحتلوا المغرب، ولكن بحكم أنهم احتلوا الجزائر بزاف ديال العائلات تركية اللي كانت عايشة في الجزائر كانت هاجرت في الاحتلال الفرنسي الجزائر للمغرب واستقرت في تطوان. فتطوان كتجبروا فيها بزاف ديال العادات عثمانيه وتقاليد عثمانيه، كتجسد بالخصوص في الطرز ديال تطوان اللي كيطرزوه على الحرير، وهي الطرز اللي كيتسمى التعجيرات التطوانيه. عاده كتخدم على الحرير وكتخدم ب 11 ديال الالوان ديال الالوان طبيعيه على الثوب ديال الحرير
اللي عاده كيكون يا اما في الصفر يا اما في التركوا او في الموف. بالنسبه للحزام حتى هو طبعا جا من عنده تاثيرات اندلسيه. ففي اللباس هناك ما يسمى بالقفطان، القفطان والمنصوريه، وهذا اللباس هذا جاءنا من الاتراك في عهد المنصور الدابيل الذي كانت له علاقه مع الاتراك. فالقفطان كله بهذه الطريقه كان يلبسه الرجال وكانت تلبسه النساء، وورثناه وبقي اليوم. واذا سالت فاسيا اليوم عن اصل هذا القفطان يقول لك هو اصله هو مغربي 100%، هو في الواقع جاءنا من المشرق. ربما قد لا يكون مغربي الاصل، ولكن هذا القفطان اللي هو عليه في هذا الشكل القفطان كثير من النساء تلبسه في كثير من الدول العربية، صار شائع. قفطان هو ذو أصول جزائرية أيضا. قفطان هو ذو أصول جزائرية أيضا. قفطان هو ذو أصول جزائرية أيضا. كل المصممين الجزائريين يحاولوا عصرنة هذا اللباس وإخراجه. ودابا غادي نشوفوا هذا النوع ديال الحلوى، البقلاوه. اييه بقلاوه وكلا هذه دخلت من الجزائر. نعم من المهاجرين الجزائريين هما اللي جابوها تطوان. اييه القطيف فهي اوراق من عجين شفاف ترسمها هذه الانامل الذهبيه بهذه الطريقه الجميله على صينيه ساخنه. بعد ان تنضج تصفف في إناء وتسقى بالعسل وترش باللوز. إذن الجزائريين هما اللي مروها لنا بحكم أننا حنايا منطقة حدودية مع الجزائر، وما كانش الحدود يعني كانوا هما عندنا وحنا عندهم، وكنتبادلوا كل شيء، وعندنا أكلات بزاف يعني مشاركين مع الجزائريين. يا نار حر عليا وانتي يلا